حكات لي جنيه في الحمام. حنا عندنا حمامنا كان معروف بزاف، كان احسن حمام في البلاصه اللي كنا ساكنين فيها، لدرجه ان الناس كيجيو عندنا من بلايص بعاد. الصراحه كان كيعجبني حمامنا. ديما في الاوقات الفراغ كنهبط نجمع مع الطيابات، كانوا اظرف خلق الله. كنت ديما من ورا ما كنجي من الخدمه كنهبط نقابل الحمام. الصراحه كانوا كيجيو عندنا الناس بزاف. فين يبانوا دوك الحمامات التركيه؟ كنت معروفه في الحمام بزاف، حيت كنت كل نهار من ورا الخمسة كنهبط للحمام، وكل نهار من ورا ما كيخرجوا الناس وكنسد الحمام كنت كنطلع للدار الفوق كنهبط حوايجي وكندخل الحمام ونسد عليا. كان كيعجبني نعوم بوحديتي. ديما ماما كانت كتخاصم عليا، كتقول لي هذيك البنت راه ما مزيانش تعومي بوحديتك في الحمام، ويا المسخوطه كتعومي بالليل واش ما كتخافيش. وما كنتش كنتسوق للهضره ديال الوالده، كنت كنقول هضرتها غير خاويه، داكشي مشى في عهد الديناصورات. وديما كنقول ليها ماما شنو غيطرا كاع، راني كنبغي نعوم بوحدي وكنبغي نحيد عليا العيا ديال النهار كامل. لدرجه كل نهار من راه ما كيساليو الناس وكيخوي الحمام كنطلع كل نهار نجيب حوايجي ونهبط للحمام وما كنسخاش نخرج منه. على الاقل كندخل غير نخوي عليا الماء ونخرج. هادشي الا ما حكيتش. على الاقل كما قلت لكم نخوي عليا الماء ونبقى جالسه. ماما ديما كانت كتغوت عليا. واحد النهار فحال كاع الايام خو الحمام طلعت للدار الفوق كالعاده نجمع حوايجي ونهبط نعوم. داك النهار كنت موجده الحنه وموجده الغسول. قلت هذا النهار غادي نحك راسي مزيان وغادي نضرب ليا واحد الفركه معتبره. ووصيت ماما قلت ليها من هنا نص ساعه هبطي حكي ليا ظهري. ماما بقات كتخاصم عليا وكتقول لي يا هاد البنت عومي غير في الدوش، علاش هابطه حتى الحمام؟ انا ما تسوقتش ليها، حيت نفس الهضره كتعاود كالعاده، يعني هضرتها بحال كتخوي الماء في الرمله. شقيت شعري بالزيت وهبطت فرحانه. كان هذاك هو المكان المفضل عندي، المكان الوحيد اللي كيفاجئ عليا. وكل نهار كنتسنى غير الوقيته فين يخرجوا الناس ونهبط نتحمم بوحديتي. صافي دخلت وسديت عليا الباب، حيدت حوايجي، صافي كالعاده دخلت الحمام وكنبقى ندندن. صافي درت الحنه وجلست كنسخن في السخون، خويت عليا الماء وبديت كنحك وكندندن وما مسوقاش للعالم. ومنين حسيت براسي سخنت بزاف وانا نخرج للمتوسط. كيف ما كتعرفوا في الحمام كاين البارد والمتوسط والسخون، جلست انا في داك المتوسط كنحك يا ما تحك حك ما تحك وجالسه كنغني. في واحد اللحظه بديت كنسمع شي توشويش، داك التوشويش جاي من السخون. صافي ما فهمت والو. في هذه اللحظه لحمي شوك وبقيت ساكته وقلت واقيلا داك الغنى اللي كنغني كيتسمع في السخون، داك الشيء علاش. صافي ما تسوقتش، بقيت كنحك وكندندن ويتعاود نفس التوشويش وانا نسكت. تما حسيت بواحد الاحساس اللي غريب بزاف. هذه اول مره غادي نحس به في حياتي. انا ما على باليش، دخلت للسخون ما كيبان لي حتى واحد، خرجت للبارد ما كنسمع والو. كنقول لا راه ما يمكنش، انا اصلا سد على راسي، وحتى ماما الا كانت جايه تحك ليا داري راه غادي تدق عليا. صافي انا ما تسوقتش، قلت انا واقيلا غير الغنى اللي كنغني وكيتعاود وكنسمعو في ودنيا. صافي قلت انا غادي نسكت وما غاديش نعاود ندندن. بديت كنحك عاود وانا نعاود نسمع عاوتاني داك التوشويش. تما شعري شوك، تخلعت بزاف. قلت اويلي يكون شي واحد داخل معايا للحمام وانا ما شفتوش، شنو طاري؟ ملي شفت ماما تعطلت عليا حكيت بالزربه. قلت صافي حتى المره اخرى وتحك ليا ظهري. شللت دغيا وبديت كنغسل في شعري وانا مغمضه عينيا، وانا كنغسل في شعري وانا نسمع صوت مرا ورايا. هزت الكيس وحطيته على ظهري وبهذاك الصوت اللي كله رعب في رعب قالت لي اجي ندوز لك على ظهرك، حشومه تخرجي وما حكاش ظهرك. وتمت كوانسيت بالخلعه، وبكثره الخلعه وداك شامبوان اللي كنغسل بيه الا حليتي عينيك غادي يحرقوك، حليتهم بالهيطه ليا. وبديك الخلعه ما حسيت بلا حريق ولا والو، ودرت ما لقيت حتى واحد. بقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واش هذا الشيء بصح ولا انا كنحلم؟ قلت راه واقيلا كيتهيأ ليا. بقيت حاله عينيا وكنغسل شعري وهو يتعاود نفس الصوت. واش ما كتسمعيش؟ خليني نحك لك ظهرك. ايوا تما ما شعرتش براسي، خرجت كندير داك الزنقه. خرجت وانا عريانه وطلعت لعند ماما وانا عريانه، وبابا شافني في ديك الحاله. بقيت كنغوت وكنبكي وسخفت ليهم. تما قالت لي ماما مالكي؟ ما قدرتش نهضر، خليت الحمام هكاك. بابا هبط كيجري يسحاب لي، يدخل عليا شي واحد. دخل الحمام ما لقى حتى شي واحد، طفى الضواو وسد الباب وطلع عند ماما كيغوت شنو طاري. وانا نعاود لماما داك الشيء
اللي طرا ليا. بابا بقى كيسمع وهو مصدوم، وماما بقات كتغوت عليا وكتقول لي قلت لك ما تبقيش تهبطي للحمام. دازت عليا ديك الليله كحله بالحكم ان الحمام كان تحت الدار، يعني راه كان كيتسمع ليا كل شيء. الليل كامل ما بغاش يديني النعاس، ودوك الاصوات بقاو كيتعاودوا ليا في راسي الليل كامل وانا كنسمع الدرديك جاي من تحت الحمام. كانت اكفس ليله في حياتي، ما بقيتش كنهبط كاع للحمام وحتى الدوش. الا ما كانتش ماما معايا ما كندخلش ندوش، من تما كنضابط بصلاتي وديما كنقرا القران. ومن ديك اللحظه حياتي ما رجعاتش عادي.